ça se passe. Et j'aimerais bien, si possible, mercredi prochain, on se fait un test. Ouais. Et si ça fonctionne bien. Je te passe un coup de téléphone. J'aimerais bien mercredi prochain qu'on fasse des tests, si c'est possible. J'ai les starters, j'ai reçu tous les petits accessoires pour les fixer. Ok. Après, je me suis tiré parce que je ne pouvais pas rester. Ouais, dans ta cassette, t'es trop bien. On s'est mis le pied à son côté, on a pu la sortie le jaune. Parfait, tu vois. C'est ça dont je voulais parler. Si mercredi prochain, t'as rien de. Oula, mercredi. Hein? Parce que là, je pars ensuite faire une course cycliste. حوالي الساعة 10 صباحا بدأت الشرطة بتطويق الشوارع المحيطة. توجه الموظفون المتواجدون في مقر حزب فرنسا الأبية للاستفسار من الشرطة عن سبب وجودهم، فأبلغوا بتلقي الشرطة بلاغات عن وجود قنابل مزروعة داخل المبنى، وأن هذا هو سبب طلبهم إخلاء المقر لإجراء عمليات تفتيش داخلية. وقد تم ذلك واكتملوا التفتيش للتو. وبناء على هذا التحقق يبدو أنه تم التأكد من عدم وجود أي قنابل مزروعة داخل مقر حزب فرنسا الأبية، وقد تم تأكيد ذلك. وبإمكان موظفي حزب فرنسا الأبية الذين اتخذوا احتياطات السلامة استئناف أعمالهم وأنشطتهم. أود أيضا أن أقول هذا بجدية إلى شريحة واسعة من الطبقة السياسية وجزء كبير من وسائل الإعلام الذين دأبوا لأيام متواصلة على بث اتهامات كاذبة ومشينة ضد معهد ليون للأفلام، إن لهذه الاتهامات عواقب وخيمة. لذا أطلب منهم الآن الكف عن هذا الاستغلال الدنيء للمأساة التي وقعت مساء الخميس في ليون، والتي لا يتحمل معهد ليون للأفلام أي مسؤولية عنها. Ah, moto. C'est sûr. Ouais.